مهرجان الفاست فود للشيف صفاء سالم من مدينة الإسكندرية. معانا النهاردة أحد الرعاة للمهرجان وهو الكاترينج بتاع الأهرام كيتشن. أهلا بيكم. اهلا بحضرتك. تعرف بيكي؟ شيف رانيا حمدي. أهلا بيكي. اهلا بحضرتك. كلمينا عن دعمك للمهرجان. طبعا احنا جاي لها من القاهره طبعا مخصوص عشان نفرح مع بعض كلنا، والمهرجان الفاست فود ده اول مره يتعمل على مستوى العام يعني جميعا للكل، وفي نفس الوقت كمان بصراحه مقدمه حاجات حلوه جدا ويرحبوا بالجميع، فكلنا مبسوطين بصراحه بيهم جدا جدا. طيب نسمع كلمة من الشيف سماح وهبة، وهي أحد المنشئين للمهرجان، كانت عاملة مهرجان المندي في القاهرة ولقى طبعا إعجاب الجميع. بس عايزين نعرف منها إحنا نقول إيه للمتسابقين اللي هم مش بيحققوا مراكز، إيه اللي بيستفيدوه من المهرجانات؟ بصي، بسم الله الرحمن الرحيم. هقول لك اللي مش بيحققوا مراكز هي مش نهايه الدنيا. انا ياما دخلت مسابقات كتير وما اخدتش، ما كانتش بتبقى نهايه الدنيا، بالعكس كنت بخرج مبسوطه وواخده معلومه جديده، يعني فاهمه، يعني اشوف ايه الغلط بتاعي وزمايلي عاملين ايه تفوقوا فيه واحسن المره اللي بعديها من نفسي. تمام، هي مش نهايه الدنيا، يعني مش كل اللي هيخش هياخد مركز اول، ما هي بيبقى يعني غصب عن اي حد بيبقى مراكز، كل واحد متميز عن التاني في حاجه، وربنا سبحانه وتعالى بيدي كل واحد مثلا موهبه في الجرنش تقدم بشكل حلو، موهبه في الطعم، مش كل حاجه يعني واحد بيكمل واحد، وبعدين بتاخدي معلومه كل مره كل مسابقه لحد ما تبقي نمبر 1. بتعدي عليكي مسابقات كتير عشان تحصلي في الاخر على المركز الاول، ما بتبقاش نهايه الدنيا، بالعكس دي بتبقى تجارب حلوه جدا. طب عايزين منك كلمة للشيف صفاء واللجنة التنظيم. والله شيف صفاء حد جميل، وانا جايه لها مخصوص وانا تعبانه عشان هي تستاهل ان دعم وتستاهل ان احنا نقف جنبها، والبراند بتاعها كمان حلو جدا ويستاهل ان هو يسمع ويتعرف، وبدعي لها ان شاء الله بالتوفيق. وجهي كلمة للشيف صفاء ولجنة التحليل. لجنه بجد جميله جدا، وشيف صفاء حد ممتاز وبيشتغل كويس جدا على نفسه، واحنا بنتمنى لها دايما التوفيق والنجاح ان شاء الله. بشكركم جدا ونورتونا. ما زلنا متواجدين داخل المهرجان ومعانا احد الرعاة، وهي وكيلة شركة تاتش للمنظفات الفندقية مدام عظيمة. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي استاذه ميسة، اتشرفت بحضرتك جدا. انا اتشرفت بيكي وميرسي ليكي ولذوقك ولتواجدك. عايزين نعرف رايك في المهرجانات وليه بتدعميها. انا بدعم اولا المهرجانات كمهرجانات، بصراحه انا دي اول مره اشارك في مهرجان. طبعا استاذه ساميه الجمل ربنا يكرمها هي اللي حفزتني ودفعتني وقالت لي شاركي، احنا بنحب ندعم اي حد بيبتدي، وكلنا بنكون دعم لبعض. انا بدعمهم، هم بيدعموني في وقت ما انا محتاجه. اي حد محتاج دعم احنا كلنا لازم نكون مع بعض في اي وقت. فمجرد ما مدام ساميه قالت لي على طول ما اترددتش وقررت ان انا اشارك واجرب واخد التجربه، وبصراحه اتبسطت جدا جدا، وشايفه عمل محترم جدا وما شاء الله يعني، ومهرجان ناجح، وربنا يكرمها شيف صفاء ويوفقها وتنجح اكتر واكتر وتحقق حلمها. تقولي ايه لست البيت اللي هي شايفه ان هي ما تقدرش تحقق حاجه وهي موجوده في البيت؟ هقول لها ان انا ست بيت زيك، وكنت برضو يعني فاكره كانت خطوه ان انا اخرج وافصح عن نفسي ان انا ست بيت اهو شغاله من البيت، رغم ان عندي اولاد وعندي مختلف الاعمار وكل حاجه، بس حبيت ان انا اعمل حاجه، حبيت ان انا احقق ذاتي حتى وانا قاعده في البيت. الشغل مع شغل بيتك حاجه ممتعه جدا، بتديكي ثقه في نفسك، بتديكي راحه نفسيه، بتديكي وضع اجتماعي، بتديكي حاجات كتيره قوي مش هتحسيها غير لما جربي ان انت تشتغلي وتحققي ذاتك حتى لو انت مش قادره تخرجي من بيتك، هتفرق معاكي قوي بجد، هتفرق جدا يعني. طيب الست البيت اوقات لما بتبدا مشروع جديد بتحس ان هي عندها اعاقه في ان هي تحقق نجاح، وتحس ان هي ممكن تقع، يا ترى ان هي تكمل ولا مجرد ما تحس ان هي خلاص مش قادره تكمل بتوقف شغل؟ انا بتكلم عن تجربتي الشخصيه، كتير جالي احباط، كتير فكرت ان انا مش هقدر اكمل، كتير فكرت ان الموضوع صعب، مش هقدر اطلع، مش هقدر اعبر عن نفسي، لكن لا، واحده في واحده مع كل وقعه بلاقي قدامي خطوه تانية جديده اقدر اقوم واخطيها،
الاقي نفسي طلعت خطوه لقدام، وصلت الحمد لله لمكان ما كنتش احلم ان انا اوصل له. الحمد لله بعد ما كنت موزعه كده بادئه حاجه كده ب 500 جنيه على قدي، الحمد لله دلوقتي بقيت ماسكه محافظه الحمد لله رب العالمين، توكيل شركه تاتش كله معايا. فيعني من بجد 500 جنيه الحمد لله بدات من 6 سنين، والنهارده بقيت وكيله اسكندريه. فما فيش اي حاجه تعوق ست البيت ان هي تقدر، ده بيج على الفيسبوك او جروب وتعمل فيه اي حاجه تقدر تعملها. ان شاء الله يا رب اكله تنزلها بتعرف تعملها، ان شاء الله يا رب اي حاجه بتعرف، اي معلومه تقدر تقدمها للناس هتفيدها جدا. تقدري تقولي ايه للشباب اللي هو في الكليات او الشباب الاكبر شويه وخريجين، تقدري تقولي لهم ايه اللي هو بيقولك انا مش بلاقي شغل؟ انا معايا التيم بتاعي ربنا يبارك فيهم ويحفظهم بجد، عايزه اقول لك مهندسين ودكاتره برغم من كده بيشتغلوا جنب دراستهم، يجيبوا مصاريفهم، يساعدوا اهاليهم، يحققوا هم نفسهم مهارات تواصل مع الناس، والكلام ده بتديهم خبره وبتكسبهم ثقه في نفسهم وفي اللي حواليهم، وبيقدروا يتعاملوا مع المجتمع بشكل افضل. فما شاء الله احنا كلنا يعني تيم واحد، كلنا بندعم بعض، كلنا بندي ثقه لبعض. لا بجد الشباب وجودهم ضروري جدا في اي عمل وبيفرق جدا، وهم كمان لما بيلاقوا كم المزايا اللي هم استفادوها بتفرق معاهم قوي بيكملوا. بس انت ابدا وجرب، ما تستصغرش اي حاجه مهما كانت، ما تقولش لا انا ما ينفعش اعمل ده، لا حاول واعمل، ابدا صغير هتكبر وهتلاقي نفسك في حته تانية خالص. بشكرك جدا وشكرا ليكي وشكرا لمجهودك الكبير معاهم في المهرجان، وشكرا لمدام ساميه الجمل ان عندها قامات محترمه في المحافظات. بشكرك جدا، نورتينا. بشكرك جدا.